السلام عليكم مشاهدينا الكرام. بعد ما شفنا حلقة أشرف الحلقة 3 كانت حلقة أسطورية، كانت حلقة جميلة جدا. بهذا الفيديو رح أحكي شوي عن الحلقة، شو صار فيها، شوية تحليلات، شوية توقعات، موعد عرض الحلقة 4. طبعا رح نبلش بموعد عرض الحلقة 4، هو حيكون يوم الأربعاء القادم بتاريخ 8/10. رح نبلش بتحليل الحلقة فقرة فقرة، الشغلات طبعا المهمة. أنا كمخرج نهاية الحلقة بشيء رح يخلي المشاهدين يفكروا فيه. فليش أنا عم حط بإعلان الحلقة الجاية أنه إرماك هي كانت مع جوردان ومسكت؟ هذا شيء يعني في علامة استفهام، أنه أنت كمخرج شوق المشاهدين أكثر. الحلقات الجاية رح يكون في مماطلة كتير كبيرة بين أشرف وبين نيسان باعتقادي الشخصي، ليكسبوا وقت أكثر، يكسبوا مشاهد أكثر بالمسلسل. طبعا مشهد الفيلا بين أشرف والروسي من أجمل المشاهد بالمسلسلات التركية من فترة كتير كبيرة. ذكرنا بمشاهد وادي الذئاب، مسلسل الحفرة، ومسلسل قطاع الطرق. من حوار، من أداء تمثيلي، من موسيقى، من تصوير، كان مشهد خرافي. خضر أبو لأشرف، شفنا بالفيلا لما كان خضر قاعد مع مساعدته، شاف الصورة وقالت له إنه حكيت عن المسألة الأساسية، فهذا الشيء بيوضح لنا بنسبة 50% إنه أشرف بيكون ابنه لخضر. واللي أثبت لنا أكتر بهذا الشيء، وطبعا كلها توقعات، إنه خضر ضحى بروحه كرمال أشرف. دينشار رح يحمي أشرف، الشخص اللي رح ينقذ أشرف آخر شيء هو نفس الشخص اللي حكى مع دينشار بالفيلا. عداوته ما رح يطول كتير لأنه أشرف رح يقضي عليه هو وقدير. دخول المافيا التركية على الخط، هذا الشيء كان رائع جدا. المخرج وسع نطاق المشاكل ونطاق العداوات، صار في شيء أكتر وفي شيء أكبر، فهذا الشيء كتير ممتاز، ممتاز جدا. رح نشوف دخول شخصيات أكتر على المسلسل، رح نشوف مشاهد أكشن عالية، رح نشوف مطاردات، رح نشوف مداهمات، كتير شغلات حتصير بالمسلسل. فإذا وصلت لنهاية الفيديو بتمنى تشترك بالقناة، تدعمنا بزر اللايك، وتكتبوا لنا تحت شو توقعاتكم. طبعا توقعاتي للحلقة الجاية أنه أشرف رح ينقذ جوردال وإرماك طبعا. رح نشوف دخول الروس على الخط أكتر، رح يكون في مشاهد حماسية أكتر، رح نشوف في اجتماع على الطاولة بين كل أعضاء الأيتام. ممكن بالحلقة الجاية رح نشوف خروج شخصيات جديدة، ورح نفقد شخصيات جديدة. لهون بنكون نهينا حلقتنا، نهينا الفيديو تبعنا. إن شاء الله ما يكون طويل عليكم الفيديو. بتمنى إنه تكتبوا لنا توقعاتكم للحلقة الجاية وشو تحليلاتكم للحلقة هي. شكرا لكم جميع المشاهدة.